بتقول ربنا يحفظك ويحميك من كل شر وسوء، اللهم امين. ليست مشكله خاصه بيا، بل مشكله تخص مئات الجنود ولاد الناس الغلابه بسلاح الخدمه الوطنيه. الجيش بياخد ولاد الناس الغلابه بيستخدمهم ويشغلهم في السخره مع اذلالهم لحساب لواءات على المعاش، مش حتى في الخدمه، امال في الخدمه بيعملوا ايه؟ عدد من اللواءات على المعاش يعني دلوقتي مش محسوبين على قوه الجيش رسميا، مستولين على مساحه اراضي كبيره بالعاشر من رمضان. والمنطقه تسمى قطاع العاشر من رمضان، وهي عباره عن صوب زراعيه. ويقال ان هذه الصوب تابعه لشركه. الشركات دي بيملكها هؤلاء اللواءات اللي موجودين على المعاش، واكيد لواءات ايضا في الخدمه. مئات الجنود يتم ترحيلهم الى هذه الصوب، يتم ايقاظهم من 5 فجرا ويمشوا على ارجلهم مسافه اكثر من 10 كيلو متر حتى يصلوا لمكان العمل، ويسلمون الجنود لعسكري، عسكري طريحه يعني مقاوله، حفر وزراعه وغيره. ولازم كل عسكري يخلص الطريحه بتاعته، ولو ما خلصهاش يفضل شغال فيها لحد العشاء. بيبداوا عمل من الساعه 5 الفجر لغايه المغرب وممكن للعشاء. مفيش اكل كويس، بيناموا الجنود على الارض في الهواء، مفيش سراير، مفيش حجرات. واحده مهندسه زراعيه مدنيه هي اللي بتشغلهم وبتعاملهم بكل وقاحه وسفاله، وبتهزأ فيهم وبتتريق عليهم، والضابط المسؤول عنهم لا يحميهم ولا يدافع عنهم ولا يجرؤ على التفوه بكلمه واحده للمهندسه، بل هو ايضا يعاملهم كانهم عبيد خدمه، لدرجه ان هناك جنود كثيرون هربوا ولم يعودوا للجيش ثانيه. وسمعنا ان هناك بعض الجنود حاولوا الانتحار مما يفعل بهم. ويقال ان الشركه التابع لها صوب بالعاشر من رمضان قد تم بيعها، ثم سيتم نقل هؤلاء الجنود الى ابو سلطان 1 وابو سلطان 2 محطه محمد نجيب. سيتم اخذهم للسخره والذل والمهانه. مشرف القطاع اسمه اللواء شريف ورقم هاتفه كذا كذا. استحلفك بالله العظيم ان تتحدث عما يحدث في الجنود الغلابه في مزارع الصوب. نعلم ان هناك الكثير من ضباط الجيش والمهمين يستمعوا لك، وعندما يسمعون حديثك عن هذه المهزله والمسخره وتعذيب ولاد الناس سيعلمون ويتم فتحهم وفتح فسادهم على الملأ، لانه نعتقد ان ترحيل الجنود واستخدامهم بهذه الطريقه وفي هذه الصوب هو امر غير قانوني، ويعتقدون ان لا احد يعلم ما يفعلون. هذه مصالح خاصه يتم فيها استخدام الجنود الغلابه ولاد الناس. استحلفك بالله يا كابتن سيف، يمكن حديثك عنهم ينقذهم مما يفعل بهم. استحلفك بالله ان تتحدث عن هؤلاء الجنود الذين يتم استخدامهم في السخره لحساب لواءات على المعاش لمصالح خاصه. تحدث عنهم وافضحهم عشان تنقذ ولادنا. ربنا يجعلك سبب في نجاتهم. اتمنى لو في بعض القيادات اللي لسه عندهم جزء من الشرف، اللي لسه بيحبوا البلد دي وبيخافوا على اولادها وعندهم ولاد وعندهم اخوات، انضموا للجيش المصري عشان يخدموا بلدهم ويحموا حدودها، زي بتوع السيسي اللي بيقول لك خلي امك تحمي الحدود. الواحد فقد اعصابه لما اولاد مصر بيتعمل فيهم كده، ومهندسه مدنيه جايه تذلهم. طبعا لا، اكيد واحده ما عندهاش دين وليه مسؤول عن كل الكلام ده. ولادنا بيتعمل فيهم كده، هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كلام القيادات الموجوده في الجيش حققوا في الامر ده. اللواء شريف اللي مسؤول عن القطاع، وابو سلطان 1 وابو سلطان 2 ومحمد نجيب، والصوب الموجوده في العاشر من رمضان. يا ريت صوت يوصل والناس تسمع كويس وتاخد قرار لهؤلاء الجنود اللي المفروض يخدموا في خدمه هي شرف ليهم، مش ذل واهانه ومهانه. منتظرين ان احنا لما نخش حرب ننتصر هنعمل زي 67. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.